اي اساس بنقول المعهد ده ليه مستقبل ومعهد ملوش مستقبل؟ على اساس 3 حاجات. اول حاجة ان المعهد ده يكون له تكليف. يعني ايه تكليف؟ يعني هخلص سنين الدراسة وهطلع اشتغل مكلفة من الحكومة. تاني حاجة ان يكون له سوق عمل. ممكن يكون معهد ملوش تكليف بس له سوق عمل. يعني ايه سوق عمل؟ سوق عمل يعني المجالات المتاحة اللي محتاجينها دلوقتي في مجتمعنا، زي البرمجة، زي علوم الحاسبات، زي اللغة، زي المهن الصحية. كل دي من المجالات اللي لها سوق عمل ومتاحة جدا في المجتمع دلوقتي. تالت حاجة ان انا ممكن بعد ما اخلص المعهد اكمل في اي كلية من كليات القمة. اول حاجة المعهد الفني للتمريض. معهد عبارة عن 2 بعد ما هتخلص السنتين ده ليه تكليف، وطبعا متداول اليومين دول اللي المعهد تكليفه اتلغى ولا ما اتلغاش. لا يا جماعة، المعهد الفني للتمريض تكليفه ما اتلغاش ولا الكلية كمان. فالمعهد الفني للتمريض من المعاهد المهمة جدا جدا اللي انت بعد ما هتخلص هتطلع تشتغل او هتكمل كلية تمريض، وانا عاملة فيديو ازاي تدخل كلية تمريض من المعهد الفني للتمريض.